بالحسن يعقوب وترحيله اليوم جاءت نتيجة التنسيق المكثف بين مختلف المصالح الأمنية الجزائرية وكذا الدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية. أعيد وأذكر مشاهدينا وصول كما تابعنا إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مدينة فرانكفورت على متنها المدعو بالحسن يعقوب تحت حراسة عناصر الأمن الوطني المكلفة بترحيله من ألمانيا. المعني محل عدة أوامر بالقبضة الدولية الصادرة عن السلطة القضائية الجزائرية. عملية توقيف المدعو بالحسن يعقوب وترحيله اليوم جاءت نتيجة التنسيق المكثف بين مختلف المصالح الأمنية الجزائرية وكذا الدور الفعال للدبلوماسية الجزائرية.